بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل الجلاش اللي هو الحلو. طبعا الجلاش بيتعمل بكذا طريقة، ممكن أعمله حادق وحلو. النهاردة هنعمله اللي هو الجلاش اللي هو بيبقى زي البقلاوة الصغير. أحسن حاجة في الجلاش اللي هو اللي بيبقى بيتباع عند الفران، يعني بيتباع مش مثلا اللي هو مجمد، لا بيبقى طازه، بيبقى كده احسن بكتير من الجلاش اللي هو المجمد. زي ما احنا شايفين كده الورقه كده بتبقى كبيره وحلوه، وهعمله لكم بطريقه سهله جدا. هنمسك ورقه ورقه كده. المكونات عندي لفه جلاش وكوبايه سمنه ومكسرات حسب الرغبه، يعني انا حاطه هنا لوز وفي هنا قرفه وسكر. زي ما احنا شايفين كده اروح واخداها المكسرات بالسكر بالقرفه، بتدي طعم حلو قوي. طبعا الحشو ده بيبقى ورقه واحده اهو، واروح لفاها كده رفيعه جدا، ما لفهاش كتير. يعني ايه، مش عايزه ان انا الف الورقه اكتر من ورقه، لا هي ورقه واحده، لاني انا هعمله اللي هو الجلاش الصغير خالص اللي هو زي البقلاوه. وبجيب بقى معايا صينيه وبحط فيها الجلاش اللي انا لفيته بالطريقه دي، زي ما احنا شايفين كده. انا بلفه واحده واحده. هنعمل واحده تانية اهي، واحده بس اهي. اروح عامله حاطه فيها السكر والقرفه، واروح لفها رفيعه رفيعه جدا زي ما احنا شايفين كده. وارصصها بالمنظر دوت في الصينيه. انا كده دهنه الصينيه بس سمنه خفيف، لاني انا كوبايه السمنه دي هحطها في الاخر خالص. نعمل واحده كمان. سهل خالص ومش محتاج اي مجهود مني، غير بس امشي على الخطوات. زي ما احنا شايفين اهو، بحطها صفوف كده، وبعد كده بقطعها بقى صغيره جدا. طب انا ممكن احشيها حاجه تانية. كان في كنافه بايته عندي، ممكن ان انا احشيها كنافه، وممكن احشيها بسبوسه، يعني حاجات ممكن تانية غير المكسرات اهو. الكنافه اهي بقطعها صغيره، هي مستويه اصلا الكنافه، فكل اللي انا هعمله ان انا احطها بس كده، ويبقى تغيير برضك في النوع من انواع الايه الحشو. وممكن احط شويه مكسرات معاها والفها برضك بالراحه، واحده بس زي ما احنا قلنا. هلف واحده كده بس، مفيش اسهل من كده. بعد بقى ما حشينا الجلاش هنقطعه بالمنظر ده. زي ما احنا شايفين كده بيبقى متقطع بالتساوي، يبقى الواحدة تقريبا في الحجم ده.
وبعد كده السمنه بتاعتي انا يعني مخليها دافيه، اروح نازله بيها على الجلاش بالطريقه دي كده. يبقى انا سهل عليا، ما مسكتش بقى ورقه ورقه وقعدت الفها، لا بالعكس، ده انا عملتها كلها مره واحده وما خدتش مني وقت، وهتبقى سهله جدا في العمايل بدل ما امسك ورقه ورقه واقعد ادهنها. فكده انا سيحت السمنه وحطيتها عليها مره واحده. كده بقى الصينيه بقت جاهزه عندي ان انا ادخلها الفرن، ويبقى لونها، ما خليهاش، خلي بالي جلاش من نوع الاكلات اللي بتستوي بسرعه، فاكون عيني عليه وهو في الفرن واخليه لون ذهبي، واكون عامله العد اللي هو بيبقى كوبايه سكر وكوبايه ميه. عايزاه تقيل شويه يبقى كوبايه سكر وكوبايه الا ربع ميه، حسب بردك يعني، ما خففوش عن كده. واقول لكم اوريه لكم بعد ما يطلع من البوتاجاز ان شاء الله.